صباح الخير يا جماعة. أنا لاحظت حاجة غريبة على جروبات النادي الإسماعيلي على الفيسبوك. كابتن تامر مصطفى المدير الفني للنادي الإسماعيلي لو خسر ماتش أو تعادل ماتش تلاقي البوستات كلها كل الدعم كل المساندة، ساند ناديك. فما شاء الله إيه الأخلاق والتحضر والرقي اللي نزل على الناس كلها ده. مع إن كابتن حمزة الجمل لما كان بيتعادل ماتش أو بيخسر ماتش كان بيتشتم بأفظع الألفاظ. ده لو كان كسب في اخر ثانية بالحظ بيتشتم برضه. كابتن محمد ابراهيم اللي فشل مع الاسماعيلي مرتين برضه لو تعادل او خسر كان بيتشتم. فده يعني هم عن ايه؟ ان في جهات هي اللي بتوجه الناس دي. اشتم اشتم، ادعم يدعم، هاجم يهاجم. فحاجة غريبة جدا. وبعدين بوستات جميلة جدا كل يومين ثلاثة كده: إلى جنة الخلد يا بوب، إلى جنة الخلد يا بوب. كابتن إيهاب جلال ماله ومن اللي بيحصل من فشل من إدارة نادي الإسماعيلي دلوقتي. يعني ربنا يرحمه ويجعلنا أهل الجنة يا رب في الفردوس الأعلى. كابتن إيهاب جلال الله يرحمه، إيه علاقته باللي بيحصل دلوقتي؟ عايزين يقولوا احنا ماشيين على خطاه مثلا، او هو كان بيدعم الاتجاه ده. مجلس اداره النادي الاسماعيلي يبيع لعيب الى جنه الخلد يا بوب، يشتري لعيب الى جنه الخلد يا بوب، عمولات تتصرف هنا ولا هنا الى جنه الخلد يا بوب. ايه ده؟ فربنا يبعد النادي الاسماعيلي عن خفافيش الظلام اللي لازقه في وشه. انا مش عارف ازاي يعني الناس تشترك في الجمعيه العموميه، الجماهير الحقيقيه اللي بتروح المدرجات تشترك في النادي عشان يكونوا جمعيه عموميه قويه، تنتخب مجلس اداره يعبر عن طموحاتهم ويبقى ولاؤه للجمعيه العموميه، مش جهات خارجيه هي اللي جايبه ناس معيناهم في الجمعيه العموميه وتوجههم انتخبوا الفلان الفلاني وعلان العلاني. بيبقى ولاؤه بعد كده للجهات الخارجيه اللي هي تابع ليها الجمعيه العموميه المعينه اللي تم تعيينها يعني. وبعدين يجيب لك في جروبات النادي الاسماعيلي اللي هي موجهه دي صور الجماهير وفيديوهات وهم بيهتفوا وبتاع. يعني بيستغلوا الجماهير في دعم اتجاهاتهم. ها، ان هو الجماهير بتدعم النادي. جماهير النادي الاسماعيلي مخلصه، اللي بتروح الاستادات مخلصه وبتدعم النادي مع اي مجلس اداره، مع اي حد سواء فاشل او ناجح. فتلاقي الجروبات النادي الاسماعيلي الموجهه جايبه الجماهير دي وصور وفيديوهات. هي دي الناس الحقيقيه، هو دي الجماهير الحقيقيه، هي دي الجماهير الوفيه، هي دي الاسماعيليه. يا عم جماهير النادي الاسماعيلي مش الاسماعيليه بس، في القاهره وفي كل حته. وبعدين ما تتاجرش بانتماء النادي وتشجيع الجماهير للنادي في اي ظرف، سواء ظرف في احلك الظروف او في احسن الظروف، وتحطها على الفيس يعني ان هم بيدعموك. هم ما بيدعموكش. جماهير النادي الاسماعيلي اللي بتروح الاستادات ما بتدعمش مجلس الاداره ولا اللي بيحصل من اداره النادي، بتدعم فريق النادي الاسماعيلي انه يكسب في اي وقت، ومع مجلس فاشل او ناجح، سواء مع مجلس فاشل او ناجح. وكلمة برضو أخيرة لمجلس الإدارة: فين يا جماعة المبنى الاجتماعي الجديد للنادي الإسماعيلي؟ اطلعوا صرحوا الجماهير لو أنتوا تقدروا. فين يا جماعة شركة الإسماعيلي للاستثمار والتسويق الرياضي؟ ما اتعملتش ليه؟ اطلعوا واجهوا الجماهير لو أنتوا تقدروا. السلام عليكم، ربنا يصلح الحال.